ازيكم يا جماعه، معاكم مهندس احمد من قناه حليم وتك. النهارده هنتكلم عن اهم حاجه وهي السخونيه بالنسبه لوحده البروسيسور، وهي سواء البروسيسور او كارت الفيجا، ان احنا ازاي نقدر ندي التبريد اللازم للوحده دي. تمام، الوحده دي ازاي نقدر نديها التبريد اللازم بتاعها اللي هي تقدر تحتاجه، بحيث ان ما ياثرش بعد كده على البروسيسور او ياثر على كارت الشاشه. عن طريق الوحدة دي احنا في عندنا انواع مبردات كتيرة قوي، واحنا في السوق مثلا بنحتار ايه اللي ممكن نحتاجه لايه، وايه اللي ممكن نستخدمه عشان يقدر يدينا التبريد الكافي للبروسيسور. طبعا احنا عندنا انواع وموديلات كتيرة قوي من البروسيسورز، منها البروسيسورز اللي هي الانتل العادية واللي كنا بنستخدم لها الكولر ده. والكولر ده كتير قوي من الناس لسه لغاية دلوقتي بتستخدمه، وهو الكولر المعجون الابيض اللي هو الكيس ده. وفي انواع بروسيسورز تانية لما بدأنا نعلى في الكورت ديو او الكورت كواد او الكور اي. طبعا الحاجات دي كلها بقينا نعلى شوية بالمعجون. في المعجون ده برضو هتلاقوه موجود في السوق، الانبوبة دي وفي الانبوبة دي. طيب، هل السؤال هنا، هل انا عندي دلوقتي فرق بين ده المعجون ده وبين ده وده؟ اه طبعا. بصوا بقى، مبدئيا يا شباب عشان نبقى فاهمين، المعجون الابيض ده المعجون كان البروسيسورز البنتيوم العاديه الصغيره البسيطه. لما بدانا نعلى في البروسيسورات، فبدانا يكون في المعجون ده، وهو ده كان اللي نازل. حتى لو نلاحظ مع الاجهزه الاستيراد الاوريجينال، لما بنشيل الفانه اللي بتكون على البروسيسور بيكون لون المعجون اللي محطوط هو اللون ده. فمعنى كده ان المعجون اللي بنحتاجينه اكتر هو اللي بيكون المعجون ده. طيب، احنا المعجون ده في بعد كده المعجون ده اللي نزل بعديه. لو ان احنا بصينا ولاحظنا هنلاقي هنا البرودكتيفيتي والريزيستنس والمقاومه هنا عليهم الارقام اللي موجوده هنا. المعجون ده بيكون اقوى من المعجون ده. يعني هنا الكوندكتيفيتي بتاعته عندنا هنا 3.05 وهنا 1.9. طيب، احنا محتاجين اللي محتاجينه اكتر طبعا على حسب احتياجنا احنا وعلى حسب شغلنا وعلى حسب الجهاز بتاعنا. بنبدأ نقيم احنا محتاجين انهي معجون بالظبط اللي نقدر نحتاجه، سواء ده او حتى المعجون الابيض ده. بس انا بالنسبه لي المعجون الابيض ده خلاص ما بقاش، حتى يعني انا حتى في الشغل ما بقناش حتى بنستخدمه او نعتمد عليه بصوره قويه قوي، لانه في التبريد بتاعه مش اقوى حاجه. احنا بالنسبه لنا هيكون الافضل هيكون هو ده او ده. طيب، البدايل الموجودة هم دول الحاجات المنتجات يعتبر الشعبية أو الأنظف الشعبي اللي موجود في السوق، وهو المعجون الذهبي. طيب، لما هنا بالنسبة ده للمعجون اللي ممكن يتحط على البروسيسور، هنا طبعا هنا طريقة فك المعجون ده بيتفك زي الحقنة كده اهو. وبالنسبة للمعجون التاني ده بيتفك بس دي خلاص كده، وتبدأ تضغط على الحقنة من فوق. وعندنا ده الكيس بيتقطع وهو بيتفضى، وتبدأ ان انت تمسحه على البروسيسور زي ما ده كان معجون عليه معجون ابيض، لان ده بروسيسور بنتيوم عادي. وبرده لغايه الكورت ديو والكورت كواد ساعات ممكن يتحط له المعجون ده، بس الافضل في التبريد اللي احنا بنتكلم البدائل الافضل سواء ده او المعجون الذهبي. طيب، بالنسبه للتبريد المبردات بقى انواع. انا عندي مثلا التبريد اللي هو المراوح العاديه، مراوح زي المراوح العاديه دي مروحه عاديه خالص. طيب، ودي المروحه الشعبي اللي موجوده في السوق دايما، اللي هي مروحه الفان التربو. دي برضو معروفه في السوق كتير وموجوده في السوق منها كتير. هنعلى شويه للمراوح اللي هي الاوريجينال، اللي هي المروحه اللي زي كده. دي المروحه اللي بتركب على الكور اي 5 والكور اي 3، اللي هي اي بورده كور اي من الاوريجينال. والمروحه دي طبعا يعني جبار التهويه. انا بشوفها ان دي جبار التبريد. طب ليه يا جماعه احنا بنفرق، او ايه الفرق بين المراوح كلها عن بعضها؟ بص، هو مش بالحجم مبدئيا. هو احنا بنتكلم مثلا عن المروحه دي، اهم حاجه بالنسبه لنا النحاس ده اللي احنا بنبص له. قوه النحاس او ان هو تقل النحاس، كل ما يكون المروحه تقيله ونسبه النحاس ده صافي، يعني ده نحاس صافي بيساعد في التبريد جدا. نفس الكلام هنا في المروحه دي برضو، ده نحاس صافي وطبعا في التبريد بتاعه هيكون قوي جدا. طبعا كله بقى كوم، يعني زي ما بنقول، ودي حاجه بقى كوم تاني خالص. طبعا دي الفانات الانتل الاوريجينال اللي هي اصلا بتنزل مع البروسيسورز. المراوح دي قويه جدا، وميزتها انها بتشتغل على درجه الحراره. كل ما بيكون درجه الحراره بتاعه الجهاز عاليه، كل ما بتلاقي سرعه دوران المروحه نفسها، الار بي ام بتاع المروحه بيبدا يعلى.
طيب عيوب المروحه دي وهي في حاجه واحده بس، وهي البنات اللي زي كده. يعني مثلا انا عندي دي المروحه دي، لما بتيجي طريقه تركيبها وطريقه فكها ان انت بتشد الجزء ده او بتعيد ادخال الجزء ده. طب الجزء ده بيعمل ايه؟ في صباع اسود لونه اسود جوه اهو. مثلا لما انا بضغط على الجزء ده بيبدا الصباع الاسود اهو بيبدا يخش. طيب انا عايز اخرجه، ببدا ان انا الف الصباع واشده لتحت، فبيبدا ان المروحه بتقدر افكها. طيب انا مثلا عندي زي الحاله دي اهو، المفروض ان الريشه دي في ريشتين هنا والصباع الاسود اللي في النص. فالريشتين هنا بالنسبه لنا، انا في ريشه بالنسبه لي طايره، فمعنى كده ان المروحه دي مش هتقدر تثبت في الفتحات اللي هي بتاعه البورده. المفروض ان المروحه بتثبت في فتحات البورده دي، فبالتالي المروحه مش هتقدر تثبت صح او كويس في فتحات البورده بسبب ان في ريشه من الريشتين طايره. وفايده الريشتين دول ان هم فيهم بوز صغير خالص. البوز ده هو اللي بيمسك في الفتحه بتاعه البورده عشان يخلي الفتحه بتاعه يبقى البوز داخل ثابت جوه الفتحه، مش ما ينفعش ان هو يتحرك. وطبعا اللي بيأكد عليه هو دخول المفتاح الاسود ده او البنز الاسود ده، هو لما بيخش جوه الفتحات دي فبيبدأ ان هو يثبتها بشكل افضل بحيث انها ما تتحركش خالص. افضل انواع المراوح من وجهة نظري وهي الانتل الاوريجينال ده. يعني لو عرفت تكون تجيبها تقدر تجيبها، مش الانتل المضروب، لان في انتل مضروب برضو. طبعا بيتعرف من وزن المروحة، بتكون المروحة وزنها تقيل. برضو نفس الكلام زي دي، انا عندي دي وزن النحاس تقيل، وهنا في تبريد في الانابيب. التبريد دي برضو بتساعد كتير على التهوية. والانابيب دي طبعا لما بتساعد على التهويه ده بيكون تهويه افضل بكتير، لان هي الانابيب دي بتاخد من الوحدات اللي فوق اللي هي النحاسيه دي. وبرضو بالنسبه للمروحه دي المشهوره في كل الاجهزه الاستيراد، في الكور اي 3 او الكور اي 5 او الكور اي 7. فالمروحه دي بتكون افضل مروحه على الاطلاق. برضو سعرها هتلاقيه غالي جدا لان هي مروحه تبريدها قوي. وبرضو معاهم المروحه اللي هي الانتل اوريجينال. ده بالنسبة للتبريد كله، سواء احنا المعجون وانواعه وبنقدر نختار المعجون ازاي وايه افضله، وبالنسبة للمراوح اللي بنقدر نستخدمها مع البوردة. وده هيكون افضل حاجة لينا ان احنا نقدر نستخدمه. طيب بالنسبة للمراوح الشعبية هي طبعا كويسة وكل حاجة، بس زي ما اتفقنا للحاجات او للبروسيسورز اللي هي مثلا انا بقدر استخدمها، اللي هي البروسيسورز البسيطة اللي هي زي الكورت ديو. الكورت كواد ما انصحهاش، في الكورت كواد هتكون ضعيفة جدا. والكورت ديو برضو في بعض البروسيسورات زي 3 كاش 6، ال 3 كاش 6 في الكورت ديو، مش بتكون تبريد افضل حاجه، بالاخص لو انت بتستخدم حاجات كتير او برامج كتير بتفتحها في نفس الوقت، فبتبقى تقيله عليه لان البروسيسور ده بيسخن اصلا جدا. فبيبقى افضل حل لو انت هتركب 3 كاش 6 او كورت كواد كاش 12 او كاش 8، فبتبدا ان انت تختار الحل الامثل بالنسبه لك، هو الفانات الاوريجينال اللي زي كده، او تركب الفانه دي او تركب الفانه دي. ده بالنسبة يا جماعة للتبريد. وأي حد لو عنده استفسار يقدر يتواصل معايا على الصفحة، أو يقدر يبعت لنا على الواتساب، أو يقدر يتواصل معانا عن طريق صفحة الفيسبوك. يقدر إن هو يتواصل معانا. وأي حد محتاج أي مساعدة في أي حاجة أو أي سؤال أنا تحت أمركم. كان معكم مهندس أحمد على قناة حليمو تك. شكرا وإلى اللقاء.